السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نعم الله تبارك وتعالى أن اختص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد عناية وفضل ليزداد من اغتنمها ورعى حرمتها فضلا وإحسانا، ويبوء من غفل عنها وأهملها خيبة ونقصانا. ومن تلك الأزمنة الفاضلة التي أنعمها الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. فشهر الله المحرم له فضل عظيم، ومن فضائله أنه يستحب الإكثار من الصيام فيه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من صام من ذي الحجة وصام من المحرم افتتح سنته بالطاعة واختتمها بالطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة. ومن فضائل شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلما فرض الله رمضان قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. ولكن يا عباد الله، في صيامه أجر عظيم، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فيا له من فضل عظيم لا يفوته إلا محروم. وقد عزم صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما قبله مخالفة لأهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لذا يستحب للمسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء اقتداء بأنبياء الله وطلبا لثواب الله، وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده عملا بما استقرت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفقني الله عز وجل وإياكم لصيام يوم عاشوراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.